السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حلقة جديدة من قناة أحترف إكسل مع ممدوح. النهاردة بس بنرد على إحدى التعليقات بخصوص دالة في لوك اب في الاتجاه المعاكس. كان إحدى الزملاء قال لو في حالة الفي لوك اب اللي هي بالاتجاه المعاكس، لو البعد بينهم أكثر من عمود كيف يكون شكل المعادلة؟ يعني لو في العمود A نريد منه المعلومة والأسماء موجودة بالعمود D أو C. تعالوا مع بعض نشوف نحل المشكلة اللي صديقنا بيتكلم عليها. يعني مثلا لو كنا هنا مثلا احنا عندنا الجدول دوت مدير المبيعات، وفي الثلاث شهور يناير وفبراير ومارس، وجاي لك الجدول بالشكل ده، والمطلوب منك ان انت تجيب تعمل دالة في لوك اب بحيث ان انت تجيبها بالطريقة دي. والمعروف ان في لوك اب طبعا بتمشي حسب اتجاه الشيت، فاتجاه الشيت المفروض ان هو من الشمال لليمين. يعني المفروض ان البيانات اللي انا هستعلم عليها لازم تكون بعد مدير المبيعات. يعني المفروض تبقى بالترتيب مدير المبيعات يناير فبراير مارس بالشكل ده. ده هيبقى الشكل الطبيعي بتاعها، لكن احنا عايزين نجيب الداتا اللي على يمين الخلية. تمام. فهنا هنستخدم المعادلة بتاعت في لوك اب كده، في لوك اب، وهنقول اللوك اب فاليو بتاعي اللي هو مدير المبيعات دي، وهعمل كوما، وهستخدم هنا طبعا انا همشي ب همشي العكس الاتجاه، فهستخدم هنا معادلة اف، وهفتح القوس بتاعي، وهعمل القوس اللي هو بتاع المصفوفة كده، وهعمل واحد علامة صفر، وهقفل ده، وهعمل كوما، واختار التيبل اري بتاعي او اللوك اب فاليو. هروح عامل محدد العمود بتاعي دوت، وهحدد العمود بتاع هعمل كوما، واحدد العمود بتاع شهر مارس، وهقفل القوس، وهعمل كوما، واختار العمود اتنين، رقم اتنين علامة زيرو اكزاكتلي، واقفل القوس، وهعمل انتر. تلاقي لي هنا قال لي محمد مثلا. لو جيت هنا اخترت مثلا محمد هنا مارس محقق 163. نفس الموضوع هعملها على فبراير، بيساوي اف في لوك اب فاليو بتاعي ده، وهعمل كوما، وهستخدم برضو قاعدة اف، وهفتح قوسين او القوس بتاعي، وهعمل القوس بتاع المصفوفة، واعمل 1.0، وهقفل برضو نفس الموضوع، وهعمل كوما، واختار اول حاجة التيبل اري بتاعي اللي هو ده، وهعمل كوما، اختار بقى المرة دي فبراير، وهقفل القوس، وهعمل كوما، واختار 2.0، واقفل القوس بتاعي. طلع لي 180. محمد هنا 180. وهاجي هعمل هنا بقى المعادلة بتاعتي برضه، اخدها سيلكت، بس هنا هختار محمد 122. هو مشي خد الداتا بتاعي. تمام. دي الطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها. لو جيت هنا جيت حددت اللوك اب فاليو بتاعي ده كده، هلاقيه هنا مثلا كاتب لي ممدوح قصادها 315. يعني لو جيت كده وقفت هنا كده، ده التيبل اري بتاعي اللي هو خص على مدير المبيعات والعمود بتاع مارس. نفس الموضوع في فبراير، اللي هو كنترول زد كده، كنترول زد، عامل انتر. لو جيت في فبراير هبص على التيبل اري بتاعي اللي هو من اول معادلة اف لحد ما قفلت المعادلة بتاعتي بتاعت اف، هلاقيه برضو كاتب لي التيبل اري بتاعك ممدوح العمود بتاع مدير المبيعات والعمود بتاع فبراير، ونفس الموضوع. طب هنا لو جينا استخدمنا، لو مسحنا دي كده، او استخدمنا معادلة تانية زي المعادلة اللي انا هقول لكم عليها دي. لو جينا هنا مثلا قلنا يساوي في لوك اب، وفتحنا قلنا اللوك اب فاليو دوت، وعملنا كوما. هنا هنختار معادلة تشوز،
وهفتح برضو القوسين بتوع المصفوفة، وهنا هشوف هنا عدد كام عمود. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، فهعمل واحد علامة، اتنين علامة، تلاتة، اربعة، واقفل البتاع ديت، وهعمل الكومة. هحدد بقى العواميد بتاعتي، الرينج او التيبل اري بتاعي اللي هو بالترتيب. اول حاجة العمود بتاع مدير المبيعات ده، وهعمل كومة، ده اول عمود. تاني عمود اللي هو يناير، تالت عمود اللي هو فبراير، انا برتب. رابع عمود اللي هو مارس، وهقفل القوس بتاعي واعمل كومة. هنا فبراير او انا مارس، هنا ده العمود رقم تلاتة، رقم اربعة، فهعمل اربعة بوينت او علامة زيرو، وهقفل القوس بتاعي وهعمل انتر. طلع لي برضو مارس 163 اللي هو محمد، نفس النتيجة، بس هنا غيرت. لو جيت هنا عملت كده، هاجي هنا في المعادلة بتاعتي، لو فبراير دي كده، نعمل ثانية واحدة. لو جيت هنا عملت بيساوي في لوك اب، وعملت اللوك اب فاليو محمد، واعمل كوما، واختار تشوز، وهعمل الاندكس بتاعتي او المصفوفة، واحد اتنين تلاتة اربعة، واقفل القوس واعمل سيميكولون. اعمل برضو هنا واحد، واعمل كوما، اتنين تلاتة اربعة، وهقفل القوس واعمل كوما. هنا ده العمود بقى بتاع فبراير اللي هو المفروض ان هو رقم تلاتة، وهعمل كوما زيرو، واقفل القوس بتاعي واعمل انتر. اداني 180. محمد هنا كده 180. ويناير نفس الموضوع، بيساوي في لوك اب، وهعمل اللوك اب فاليو ده وكوما، واختار معادلة تشوز، وهفتح واحد اتنين تلاتة اربعة، واقفل القوس بتاعي واعمل علامة. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، واقفل القوس بتاعي واعمل انتر. المفروض ده عمود رقم واحد، علامة زيرو، واقفل القوس واعمل انتر. رقم واحد، لا رقم اتنين، انا اسف، لان رقم واحد هو مدير المبيعات نفسه يعني. انتر، بالظبط كده. بس ده اجابة على سؤال صديقنا اللي سأل عليه، وارجو ان يكون الفيديو عجبكم ووصل المعلومة. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.